بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وازيكم يا شباب، ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب باذن الله هعرفكم ازاي تعملوا قناة على التليجرام، وباذن الله هشرح لكم الفرق بين القناة العامة والخاصة، وهنشرح جميع اعداداتها ان شاء الله. بس اتمنى منكم قبل ما ابدا في الشرح تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ومن غير مقدمة كتير يلا نبدا في الشرح. وباذن الله في اخر الفيديو محضر لكم هديه، فياريت تسمعوا الفيديو للنهايه. طبعا الهديه دي للناس اللي عاوزة تعمل أثر ديني في حياتها أو صدقة جارية ليها يعني. تمام. فهنروح على التليجرام عادي جدا، وهندوس على علامة القلم اللي تحت اهي، علامة القلم دي يا جماعة اهي، وهندوس على قناة جديدة، وهنسمي القناة مثلا باسم صدقة جارية كمثال، وهندوس على علامة الصح. هنا هيقول لك عامة ولا خاصة. الخاصة يا جماعة مفيش أي حد هيقدر يدخل ليها إلا من خلال اللينك، إنما العامة بتظهر في البحث مع الوقت، وبتقدر تبعت اللينك لأي حد وبيدخل مباشرة يعني. تمام. فأنا مثلا هخليها عامة، وهكتبها مثلا أذكار زي كده مثلا. إنما لو خاصة عادي على طول من غير ما تعمل أي حاجة. تمام. أدي القناة اتعملت أهو. طبعا لو دوسنا على علامة القلم هنروح نلاقي تقدر تعدل الاسم، الصورة، الوصف، ترجع القناة خاصة مرة تاني اهو. تعمل تقييد لحفظ المحتوى اللي هو ما تخليش حد ياخد سكرين شوت في القناة، او ينسخ او يحول او يعمل اي حاجة. تقدر تخليها خاصة، وتعمل رابط دعوة مثلا، رابط دعوة يدخل منه واحد بس، او لمدة ساعة. تمام. نرجع اهو. ممكن هنا تضيف مجموعة للمناقشات، ممكن هنا تشوف التفاعلات اللي انت عاوزها اهو، تحذف مثلا كل التفاعلات دي، وتخليش غير تفاعلات بس انت تضيفها مثلا اهو، مثلا زي كده. فزي ما انتم شايفين خلينا التفاعلات واحد بس. في هنا طبعا المشرفين، لو انت عاوز تضيف مشرف معاك، لو انت عاوز تخلي اسم المشرف ظاهر وحسابه الشخصي، تقدر تخليه يعني مثلا زي كده. الناس هتشوف الحساب بتاعه وهتدخل عليه اهو زي ما انتم شايفين، اللي اني انا اللي مثلا اللي بنشر. لو عاوز تخفيه مرة تانية مثلا تخلي الاسم بس ظاهر اهو، زي ما انت شايف كده اسمي بس اللي تحت ظهر اهو، اللي هو اسم الحساب يعني. تمام. لو رحنا تاني هنا على علامة القلم ورحنا المشتركين، لو في اي حد هنا تقدر تحظره وتشوف المشتركين. لو شلت حد قبل كده او حظرته هتلاقيه هنا. احصائيات القناة هتلاقيها هنا، اخر الاحداث اللي حصلت اهو هتلاقيها هنا. لو عاوز تحذف القناة من هنا. تمام. لو رحنا للثلاث نقط اللي فوق هتلاقي الحذف التلقائي لو انت عاوز تفعله في القناة، يعني كل يوم يتحذف المحتوى اللي فيها، او اسبوع او شهر، او انت على حسب ما انت عاوز. تمام اهو. انا مثلا هخليها معطلة. تمام. لو عاوز تعمل محادثة مرئية اللي هو انتوا تتكلموا مع بعض في الجروب تقدر. لو عاوز تاخد اللينك بتاعها نسخ تاخده كده نسخ او كده انت نسخته. عاوز مثلا تبعت حاجات في الجروب من غير ما تروح للناس اشعارات، فهتروح مفعل ده، وكده انت بتبعت الحاجات بدون اشعارات، كده هترجع الاشعارات مرة تاني. تمام. عاوز تبعت حاجة مثلا بعد بكرة، هتفضل دايس عليها دوسة مطولة وتدوس جدولة الرسالة اهو، كده انت بعتها بعد بكرة بسهولة جدا. عاوز تضيف بوت اذكار هتدوس على المشرفون وتدوس اضافة مشرف، وتكتب هنا X6 اذكار. هيجي لك البوت ده يا جماعة هو اسمه بوت الاذكار، هتدوس عليه وتدوس اضافة، وتروح تدوس اضافة مشرف تاني وتكتب مثلا هنا بوت الاذكار. هتجي لك بوتات كتيرة هتضيفهم كلهم مثلا زي ده اهو، هتدوس اضافة. هي دي طبعا الهدية اللي انا كنت مخبيها لكم، انك انت هتضيف بوتات وتعمل قناة زي كده وتسيبها وتخليها عامة، وهي هتنشر اذكار من غير اي تدخل منك بسهولة جدا اهو. عاوز تحدد مثلا مجموعة رسائل وتحذفهم هتدوس حذف اهو زي ما انتم شايفين. بس يعتبر انا كده شرحت اهم الاشياء اللي في قناة التليجرام، ويا رب ما اكون نسيت حاجة. ولو نسيت حاجة يا ريت تدخل على الواتساب وتقول لي انا مثلا ما عرفتش اعمل كذا، آه وانا باذن الله هجاوبك. طبعا الفرق بين القناة والجروب فرق شاسع. القناة بتشيل اعداد كبيرة جدا، مليون 2 مليون زي كده، انما الجروب اخرك 200 الف. الجروب بتقدروا تتكلموا فيه كاعضاء، القناة ما تقدرش غير المشرفين بس. والجروب تقدر تنقل له اعضاء، بالنسبة للناس اللي عاوزة نقل اعضاء برضو تتواصل معايا من جروب لجروب، انما القناة ما تقدرش. وبرضو الناس اللي عايزة تزويد متابعين برضو تتواصل معايا.
قنوات او جروبات، طبعا بفلوس اكيد يا جماعة، مش مجانا. تمام. بس وبكده يكون شرح النهاردة انتهى. اتمنى ربكم افادكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.